اكتر واحد تعبان في الزمن ده الشخص المتربي. بوست كان نازل الفترة اللي فاتت على الفيسبوك ان اكتر الناس اللي تعبانين في الزمن ده هم الناس اللي اتربوا كويس، من كتر ما هم بيتعبوا وبيتعرضوا لبعض الاساءات من الناس. مش متعود ان هو بيشوف الاخطاء ديت ومش حابب ان هو يتعامل معاها. وانا بربي ولادي في جانب مهم اسمه ازاي تعرف تاخد حقك، وان مش من اساءة الادب انك تعرض وجهة نظرك بطريقة محترمة. عمر ما كان المتربي ضعيف. لازم اعرف الاولاد وانا في التربية ان التربية مش ضعف، التربية ان انا اكون بوجه الانفعالات بتاعتي في مكانها الصحيح، اكون انسان طيب وقت الطيبة، واكون انسان متسامح في وقت يستحق فيه التسامح، ومع ناس تقدر قيمة التسامح دي. لكن في وقت معين احنا على فكرة بنحتاج ان احنا ما نتسامحش، بنحتاج ان احنا لازم ناخد حقنا في الوقت ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات كان بيتسامح فيها ويتهاون، واوقات تانية ما كانش بيسكت عن الغلط. في الوقت ده ما ينفعش التسامح، لانه هيتفهم من الطرف التاني اني ضعيف، وده ابدا مش مقصود التسامح. مش مقصود ابدا ان الشخص الطيب يعرف عنه انه ضعيف. وانتي بتربي اولادك علميهم التوازن في الامر ده، ان المتربي قوي لكن بيقدر يوجه القوة بتاعته دي في مكانها وبيستخدمها بشكل صحيح.